دايما بتلاقي حد بيفاجئك برد فعل عمرك ما توقعته، واللي يبان بسيط من بره بيطلع جواه اعماق معقده ومليانه تفاصيل. علشان كده التعامل مع البشر مش مجرد حفظ قواعد. كل ما بنفتكر اننا خلاص عرفنا الناس وفهمنا شخصياتهم، بنكتشف ان لسه في جوانب تانية مستخبيه، لان في كل شخصيه بنقابلها كانها باب جديد بيتفتح قدامنا. الباب ده بيورينا قد ايه البشر مختلفين في مشاعرهم وطريقه تفكيرهم. في اللي رد فعله سريع، وفي اللي بياخد وقت علشان يقرر. ومن هنا بنفهم ان التنوع ده هو اللي بيخلي العلاقات اغنى واعمق، لان كل طبقه بتكشف لنا عن سر او سلوك جديد، وده اللي بيخلي التعامل مع البشر رحله مستمره من الفهم والتعلم. لازم نعرف ان التحدي الحقيقي مش في اننا نفهم الشخصيات بس، لكن في ان ازاي نتعامل معاهم بذكاء ومن غير ما نخسر علاقاتنا. لو عرفنا نفهم دوافع كل واحد هنعرف نوصل معاه لحلول اسهل، وساعتها هنقدر نكسب الناس ونحافظ عليهم في حياتنا. اصدقائي، في الحلقه اللي فاتت قدمنا معاكم الشخصيه الحمراء، ووضحنا ازاي الشخصية دي بتكون حاسمة وقوية في قراراتها، وشوفنا ايه المميزات اللي بيمتلكها وايه التحديات اللي ممكن يسببها، وده كله من خلال كتاب محاط بالحمقى. والنهاردة جايين نكمل الرحلة معاكم. المحطة دي هنتكلم فيها عن الشخصية التانية، الشخصية الخضراء. هنشرح ايه اهم صفاتها وازاي ممكن نفهمها ونتعامل معاها، وهنحاول نقدم الموضوع بشكل مبسط علشان يوصل بسرعة. الشخصية الخضراء هي واحدة من الشخصيات اللي دايما بتدي احساس بالراحة حوالينا. الشخصية دي هادية وبتحب التوازن في كل حاجة حواليها، مش بيحبوا الصدمات ودايما بيفكروا قبل ما يتصرفوا. النهارده هنشوف مع بعض مميزاتها وعيوبها، وكمان ازاي نتعامل معاها بشكل صح. لكن قبل ده كله لازم نبدأ بالتعريف بيها. الشخصية الخضراء حوالينا دايما بتخلي الجو اهدى، بتبعد عن اي مشاكل او صدمات ممكن تزعجها، وبتحاول تحل اي مشكلة بطريقة هادية ومن غير توتر. الشخصية الخضراء بتحب تسمع قبل ما تتصرف، وبتفكر كويس في كل خطوة، وده بيخلي اللي حواليها بيحسوا بالامان ويقدروا يعتمدوا عليها، لانها في طبيعتها هادية ومسالمة جدا. وبرغم هدوءها عندها ذكاء وفهم كويس للمواقف المختلفة. الشخصية الخضراء بتحب حياتها مستقرة وآمنة، وبتسعى دايما تحافظ على راحتها وراحة اللي حواليها. بتبعد عن أي صدام أو مشكلة ممكن تسبب توتر، بتحاول تلاقي حل هادي وعملي، وده بيخلي علاقاتها ثابتة وطويلة الأمد. والناس بتقدر شخصيتها الهادية، مش بتجري ورا التغيير، وبتحب الروتين لأنها بتحب كل حاجة تمشي بنظام ثابت علشان تحافظ على توازنها وتركيزها. ولو حصل أي تغيير سريع ممكن تحس بالتوتر، فبتخطط قبل اي خطوه وتاخد الامور على مراحل. الروتين بالنسبه ليها اداه للراحه النفسيه والهدوء، دايما بتميل للهدوء بدل من المواجهه المباشره. لو حصل خلاف او موقف صعب بتحاول تحله بطريقه هاديه ومن غير توتر. ده مش معناه انها ضعيفه، بالعكس عندها صبر وقوه داخليه كبيره. ودلوقتي بعد ما فهمنا الشخصيه الخضراء اكتر من خلال طبيعتها وهدوءها، دلوقتي نقدر نشوف المميزات اللي بتميزها، اللي بتخلينا نفهم ليه وجودها حوالينا مهم، وازاي نستفيد من صفاتها الايجابيه. مهما كانت الظروف صعبه بتحافظ على هدوءها وبتستمر في التعامل بطريقة عقلانية. الشخصية الخضراء صبورة جدا وبتتحمل الضغوط، لأن الصبر ده مش بيخليها مرتاحة، لكنه كمان بيخلي اللي حواليها بيحسوا بالثقة والاعتماد عليها. اللي حواليها بيستفيد من قدرتها على التحمل، لأنها بتدي مثال على الهدوء والاتزان. برضو عندها قدرة على نشر التفاؤل والأمل حوالينا. طريقة تعاملها وهدوءها بتخلي الناس تحس بالأمان والأمل. وجودها بيحفز اللي حواليها على الصبر والاستمرار بدل الإحباط، وده بيخلي علاقاتها ناجحة ومليانة طاقة إيجابية. الشخصية الخضراء مخلصة جدا في علاقاتها مع الناس، بتحافظ على الوعد وبتقدر الاعتماد عليها في اي موقف، وده بيخلي اللي حواليها يحسوا بالامان والثقه في التعامل معاها. بتدي قيمه للعلاقات، وده بيخلي صداقاتها وعلاقاتها عميقه وطويله الامد. بتتعامل مع الكل بطريقه هاديه ولطيفه مهما كانت الظروف صعبه. اسلوبها بيكون هادي ومحترم للجميع، وده بيخلي الناس بتحس براحه وثقه لما تتعامل معاها. بتحاول تفهم الناس قبل ما تحكم عليها، وده بيخلي علاقاتها سلسه وناجحه. وبعد ما عرفنا مميزاتها اللي بتخلي التعامل معاها اسهل واريح، دلوقتي لازم نركز على العيوب اللي ممكن تواجهنا مع الشخصية دي. لما هنفهم عيوبها هنعرف ازاي نتجنب المواقف الصعبة ونتعامل معاها بطريقة اذكى. اول عيب في الشخصية دي انها مش سريعة في اتخاذ القرارات، وده لانها دايما بتحاول تفكر في كل الاحتمالات قبل ما تتحرك. ممكن احيانا تتأخر في الاختيار، خصوصا لو الموضوع معقد او محتاج مخاطرة. ده جزء من طبيعتها اللي بتميل للهدوء والتخطيط قبل اي خطورة. الشخصية الخضراء مش من النوع اللي بيحب التغيير المفاجئ او المجهول. لما بيحصل اي تغيير كبير ممكن تحس بالتوتر وتحتاج وقت علشان تتأقلم. رغم ده لو دعمناها وقدمنا لها المعلومات والضمان الكافي بتقدر تتأقلم تدريجيا. الشخصية الخضراء حساسة وبتتأثر بكلام اللي حواليها بسهولة. لو حد انتقدها بطريقة حادة ممكن تحس بالإحباط أو القلق. ده مش معناه انها ضعيفة، لكن طبيعتها اللطيفة وهدوءها بيخليها تتأثر بالكلام السلبي اكتر من غيرها. في النهاية بتختار تهرب من المواجهة بدل ما بتدخل في صراع مباشر، ده لانها بتحافظ على السلام والامان حوالينا. اللي يهمنا نفهم
يفهموا ان ده مش ضعف، ده اسلوبها للحفاظ على توازنها وهدوء الجو. وزي ما شفنا ان الشخصية الخضراء زي اي شخصية ليها مميزات وعيوب، دلوقتي بيجي السؤال الاهم: ازاي نتعامل معاها بذكاء ونفهم طبيعتها؟ وده علشان ما يحصلش اي تصادم بينك وبين الشخصية دي. اهم حاجة انك تديه مساحته يفكر بهدوء، ما تضغطش عليه بقرارات فورية، ابعت له التفاصيل بدري وسيبه يراجعها، اسأله عن رأيه بعد ما ياخد وقته، هتلاقي الإجابة أوضح وأهدى. المراجعة بالنسبة ليه خطوة أساسية مش رفاهية، وكل ما تحترم وقت تفكيره كل ما هتاخد منه أفضل قرار. لازم تكون صبور وهادي، نبرة صوتك الهادية هتفتح باب الحوار معاه بسهولة. سيب مساحة للصمت الطبيعي بين الجمل، لو رد ببطء ما تفترضش إن ده تجاهل، ده جزء من طريقته في الفهم. اتجنب الاستعجال أو الهزار التقيل تحت الضغط، الصبر معاه بيحول أي نقاش لمكالمة بناءة بدل ما يبقى شد وجذب. العلاقة عند الشخصية الخضراء مش مجرد تعامل يومي، ده بالنسبة ليه أساس الأمان والراحة. علشان كده لازم تظهر له إنك موجود معاه ومهتم حتى في أبسط التفاصيل. لما يحس إنك بتقدره ده بيخليه يديك ولاء وثقة كبيرة. في النهاية شجعه خطوة بخطوة، قسم المهمة لمراحل صغيرة وواضحة، وحدد لكل مرحلة نتيجة متوقعة. تابع معاه بتشيك بسيط: وصلنا لفين؟ محتاج حاجة؟ احتفلوا بالمكاسب الصغيرة. وكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع الشخصية الخضراء، شخصية يمكن تبان بسيطة وهادية لكنها مليانة عمق وحكمة. لو عرفنا ازاي نستفاد من قوتها ونتجنب نقاط ضعفها هنلاقي ان التعامل معاها بيكون اسهل بكتير. وفي النهاية كل شخصية حوالينا ليها قيمة بتضيف لحياتنا، والسر اننا نعرف ازاي نوظف التنوع ده لصالحنا.